ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده هيكون ريفيو عن اخر حمامات كريم انا جربتها بصراحه. الانواع اللي انا هكلمكم عنها كلها حلوه، كلها احلى من بعض. كلها انواع بصراحه جميله، كنت موفقه فيها. هكلمكم على 4 انواع، دول اخر حاجه انا جربتها في الفتره دي. بس قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوش تنوروني في الاشتراك وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك وشير الفيديو، وتابعوني على التيك توك والانستجرام. بسيب لكم اللينكات تحت في صندوق الوصف، تكتبوا لي في الكومنتات حابين تشوفوا ايه الفتره الجايه، وتبعتوا لي رسائل على التيك توك او الانستجرام بالفيديوهات اللي انتوا محتاجينها او اي استفسار في اي حاجه. هنتكلم على 4 انواع. 2 من ايفا، وواحد جارنيه، وواحد اللي هو رو افريكا. هكلمكم على اول حاجه جربتها في اللي بعده، يعني بترتيب الاقدميه يعني. طيب اول حاجه بتاع ايفا اللي هو الو ايفا، اللي هو بالصبار. ده المفروض ان هو للشعر المتقصف والهايش، هو بالارجان والصبار. 185 جرام ب 200 جنيه. الاسعار اللي انا بقولها اسعار امازون، لاني بجيب حاجتي من امازون. في الحاجات دي موجوده في كارفور، او موجوده في الهايبر، او موجوده في السوبر ماركت العادي طبعا، وباسعار مختلفه ممكن تكون اقل. بس انا بستسهل وبجيب حاجتي من امازون، لاني ممكن اوقات كتير بجيب كميات وبجيب حاجات كتير مره واحده، فبجيب حاجتي من امازون. فدي اسعار امازون. عشان من كام فيديو كده واحده كانت كاتبالي انه يا حبيبتي الاسعار اللي انت بتقوليها دي مش مظبوطه، وانا جبته من الحته الفلانيه بالسعر الفلاني. انا بقول الاسعار بتاعه امازون، ماليش دعوه باي حته تاني. فده كان ب 200 جنيه 185 جرام. انا حبيته قوي، وبحب اي حاجه لايفا. حاجه ايفا جميله وممتازه وحلوه لكل انواع الشعر. هو للشعر المتقصف طبعا، لان الصبار بيغذي الشعر وبيطريه. اي يعني شعرك متقصف، ايا كان نوع شعرك، طالما شعرك متقصف وفي تقصيف، هاتي حاجه بالصبار طبعا، او اعملي ماسك صبار في البيت. لكن لو عايزه تستخدمي حاجات تنفع شعرك، تستخدمي اي حاجه بالصبار. فده كان بالنسبه لي حلو قوي قوي، لان هو كان بالصبار، بس هو حجمه قليل قوي. ماشي، هو ب 200 جنيه معقول، ولا هو غالي ولا هو رخيص، لكن هو حجمه كان قليل قوي، هو خلص بسرعه. بفكركم ان حمام الكريم ما بنحطهوش على فروه شعرنا خالص. حمام الكريم على فروه الراس بيعمل قشره. حمام الكريم بيتحط في الجزء ده، يعني تبعدي خالص عن فروه راسك وتبتدي تحطيه في الجزء ده من شعرك. ما تخليش حمام الكريم يحتك فروه راسك. تبلي شعرك الاول بسيط كده بالبخاخه بتاعه الميه، وتحطي حمام الكريم على شعرك وتسيبيه مثلا، ممكن تسيبيه من نص ساعه لساعه، وبعد كده بترجعي تغسليه عادي جدا، بتلاقي النتيجه بسرعه. دي افضل طريقه لاستخدام حمام الكريم. طيب حمام الكريم ده بتاع الو ايفا حلو قوي قوي. الشعر المتقصف حلو جدا ليه، الشعر الهايش حلو قوي قوي ليه، بس هو عيبه ان هو خلص بسرعه. 185 جرام للشعر التقيل ممكن يخلص معاكي بسرعه، لكن هو كان اختيار ممتاز جدا. وانا دي تالت مره اكرره، يعني عماله اكرره، ومش هبطل اجيبه ان شاء الله. اجرب بس انواع تانية علشان شعري ما يتعودش على نوع معين، وبعد كده ارجع اجيبه تاني. فده كان حلو قوي. من ايفا برضو جبت ده اللي هو الو ايفا برضو بالصبار. مكتوب عليه ان هو حمام كريم لتقوية الشعر بالصبار وبروتينات الزبادي. ده كان حلو قوي قوي قوي. ده للشعر الجاف، سعره 117، وهو كان 250 جرام. هو كان حلو، بس برضو حسيته خلص بسرعه. الماسك اللي هو بيبقى في الشيت ده بحسه بيخلص بسرعه، يعني مش زي الماسكات اللي في العلب. كان حلو، بس اقدر اجيب حاجه من ايفا بس في العلبه، لانه الشكل ده برضو ما كملش معايا حاجه وخلص بسرعه. لكن كحمام كريم كان حلو قوي قوي قوي، وبرضو بالصبار، فجميل جدا. اولا حاجه ايفا كلها جميله وممتازه ومضمونه ولكل انواع الشعر. تاني حاجه اي حاجه بالصبار حلوه قوي قوي قوي. فده كان اختيار بصراحه موفق جدا جدا جدا. طبعا طريقه الاستخدام هي مكتوب عليه
ومكتوب على كل حمامات الكريم ان انت بعد ما بتغسلي شعرك بتحطي حمام الكريم على شعرك من 5 دقايق ل 10 دقايق وترجعي تشطفيه. الطريقه دي مش غلط، الطريقه دي صح، ودي اللي انا كنت بتبعها زمان. لكن لقيت ان انا حمام الكريم مش بيستفيد، يعني شعري مش بيستفيد من حمام الكريم. يعني بقى يقعد على شعري 5 دقايق 10 دقايق بالكتير وبعد كده ارجع اشطفه، مش بيستفيد. فالطريقه اللي انا بقول لكم عليها هي اكتر طريقه هتفيدك لشعرك وهتخلي شعرك يستفيد من كل فتفوته في حمام الكريم. فده كده تاني نوع من الو ايفا. حاجه ايفا جميله جدا جدا. بعد كده النوع ده بتاع رو افريكان، ده بالارجان. ده كان جميل جدا جدا. اولا حمام الكريم ده 300 جرام، هو غالي ب 365 جنيه، هو غالي. المنتج ده ليه مجموعة كبيرة، شامبو وبلسم وبديل زيت وحاجة تانية وحمام الكريم. فهو ليه مجموعة كبيرة قوي. المجموعة انا بجربها في الوقت الحالي وان شاء الله اطلع اكلمكم عنها. بس هو كحمام كريم هو خلص بسرعة، يعني خلص اول حاجة في المجموعة، لكن هو حجمه كويس، هيقعد معاكي فتره كويسه، حلو قوي قوي قوي. هو المفروض ان هو لكل انواع الشعر وهو من مواد طبيعيه، حلو جدا جدا جدا. انا حبيته قوي، قعد معايا فتره طويله، بصراحه كان منتج رائع. شعري استفاد بيه كويس قوي. فده كان كويس قوي. ممكن يكون سعره غالي بصراحه، هو 365 جنيه كتير عليه قوي. فما تجيبيهوش كده لوحده، يعني السعر ده ليه هو كده لوحده. هاتي البوكس اللي فيه المجموعه كلها بتاعه الارجان، هتلاقي ان هو فرق في السعر، هتلاقي ان هو جوه المجموعه رخيص قوي وتبقي استفدتي بالمجموعه كلها. بس هو اختيار موفق وممتاز جدا. اخر نوع من الحاجات الحلوه قوي 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 اللي هو بتاع جارنيه الالترا دوكس. احلى واحد في كل اللي فات، احلى واحد بصراحه، جميل جدا جدا. ده بالصبار وجوز الهند، 165 جنيه 390 ملي. ده جميل قوي، نفع معايا في كذا فتره لشعري، في كذا وقت. يعني شعري كان شويه كان دهني وشويه كان متقصف وكده، نفعني في كل الوقت في كل الاوقات. قعد فتره كبيره معايا بصراحه، حلو قوي قوي. اكتر نوع حمام كريم انا حبيته في كل اللي فات ده. هو مكتوب عليه 3 في 1، حمام كريم وماسك وكريم يترك على الشعر بالصبار وجوز الهند. هو مكتوب عليه للشعر العادي، انا بقولك استخدميه ايا كان نوع شعرك، هو لكل انواع الشعر، ما تقلقيش عليه خالص. استخدمته لما كان شعري جاف ولما كان شعري دهني، نفع معايا في كل الاوقات. فهو اختيار ممتاز جدا جدا، احلى نوع النوع ده. ونفس النوع او نفس الشركه ليها في انواع تانية لكل انواع الشعر. انا مش فاكره جربت ايه فيهم، بس يعني ده كان حلو قوي، وكان في نوع تاني انا جربته حلو قوي. بس المجموعه كلها بصراحه، مجموعه جارنيه كلها ممتازه، فانا انصح بيها، حلو قوي قوي قوي. بس كده، ده كان فيديو سريع عن انواع حمامات الكريم اللي انا جربتها الفتره الاخيره. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تنوروني في الاشتراك وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك وشير للفيديو، وتتابعوني على التيك توك والانستجرام. بسيب لكم اللينكات تحت في صندوق الوصف. تبعتوا لي رسائل على التيك توك والانستجرام، انا برد على اي رساله بتجيلي واي سؤال انا برد عليه. فاتواصلوا معايا هناك لو عايزين اي سؤال، او لو عاوزين فيديو معين في حاجه معينه قولوا لي وانا طبعا هعمله لكم. اشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامه.